السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ سهلة. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. دي مسقعة باللحمة المفرومة بالبشاميل. هنعملها مع بعض بكل سهولة. بجد وصفة حلوة جدا هتعجبكم إن شاء الله. ويلا بينا نشوف الطريقة. هنبدأ بقى بسم الله. انا جبت البطاطس، قطعتها كده طرنشات زي ما انتوا شايفين وقليتها. وبعدين جبت البتنجان، قطعته كده زي ما انتوا شايفين وقليته برضو، يعني كل حاجة تبقى مستوية معانا ومش هتاخد منك وقت طويل في الفرن. البتنجان قليته وكمان بصوا ده كان شكله اول ما طلع كان مقرمش وجميل، بس هو لما قعد فضى شوية دبل. وكمان حضرت اللحمة المفرومة. دي لحمة مفرومة متعصجة. قطعت بصلاية مربعات صغيرة كده وشوحتها في معلقتين سمنة أو زيت اللي متوفر عندك. وبعدين حطيت اللحمة المفرومة لغاية ما لونها اتغير. بعد كده هتحطي الملح والفلفل، وحطيت معاهم كمان قرن فلفل أخضر قطعته كده بيديها طعم حلو برضو. وفي الآخر بتحطي عليها معلقة صلصة او ممكن طماطمية مبشورة. انا بعملها دايما بالطماطم المبشورة بتبقى جميلة جدا. هتحطي طماطمية مبشورة وطبعا الملح والفلفل والبهارات وتسيبيها لغاية ما تستوي. هنا بقى هنبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. انا عملت البشاميل. هنحط طبقة كده من البشاميل في الصينية زي ما انتوا شايفين. طبعا البشاميل طريقته كلنا عارفينها، انا عملته كذا مرة في القناة. عبارة عن 3 معالق سمنة وبتاع 4 معالق دقيق أو 6 معالق دقيق. بتشوحيهم كويس في السمنة، سمنة وزيت. وتسيبيهم لغاية ما يستوي شوية الدقيق، بس لونه ما يتغيرش. بعد كده هنضيف اللبن بالتدريج شوية شوية لغاية ما يدينا القوام المطلوب. دلوقتي بقى هنرص البتنجان كده زي ما انتم شايفين. اخلص بقى الرصة الاولانية كده زي ما انتوا شايفين، بس ما تخليش فيها فراغات. اي فراغ كده هحط عليه كده بتنجان عشان اداريه. بعد كده هبدأ ارص البطاطس، احط الطرنشات جنب بعضيها كده. طبعا الافضل ان انتي تجيبي بطاطس كبيرة شوية بحيث ان انتي تقطعي الطرنشات تبقى كبيرة فهتنجز معاكي، لكن دي كانت متوفرة عندي فانا عملت بيها. بعد كده هنبدأ بقى نضيف اللحمة المفرومة. وزعيها بقى كده كويس في الصينية زي ما انتي شايفة كده. هنا بقى كان عندي شوية جبنة موزاريلا كانت في الفريزر، طلعتها وبشرتها حطيت منها شوية كده زي ما انت شايفة. بتديها طعم حلو قوي. لو عندك جبنة اي بواقي جبنة رومي جبنة موزاريلا هتحطي كده زي ما انا حطيت. وبعدين هنرص بقى طبقة البطاطس عشان هخلي اخر طبقة عندي البتنجان. فهخلص البطاطس الاول.
بعد كده اخر طبقة عندي هتبقى البتنجان، هرصها كده. هنا البشاميل سيبته لما يبرد، لما برد خالص تماما، وهنضيف عليه دلوقتي بيضة، وهنحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر عشان تدينا اللون الذهبي الجميل اللي شفناه في اول الفيديو. كمان البيضة بتديكي قوام كريمي كده للبشاميل ولون ذهبي جميل، هتشوفوه دلوقتي بعد ما تطلع من الفرن. اخلطه كويس كده بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفه. بصوا لغايه ما يديني القوام الكريمي ده. بعد كده هضيف البشاميل كده من فوق الصينيه، اوزعه كده كويس. وطبعا انا ولعت الفرن قبليها ب10 دقايق. هسوي بقى الصينيه كده كويس وبعدين على الفرن على طول. هننضف بقى الصينيه بتاعتنا كده. هتدخل الفرن على درجه حراره 200. هي مش هتغيب يعني لغايه ما تحمر كده، طبعا كل حاجه مستويه من جوه، فهتطلع معاكي بسرعه مش هتاخد وقت. يعني حوالي تلت ساعه كده تلاقيها احمرت وهنطلعها على طول. وزي ما انت شايفه كده شكلها في منتهى الجمال وطعمها كمان تحفه، هيعجبكم ان شاء الله. ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. ويا ريت لو الوصفه عجبتكم او لاول مره تشوفوها تعملوا لي لايك. ولو مش مشتركة في قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، ويسعدني جدا انك انت تشتركي فيها. وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنت معاكم ام مروان من قناة سهلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.